السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهاردة هنحل أسئلة امتحانات الإدارات على الدرس مظاهر سطح بلدي دراسات الصف الخامس الابتدائي صفحة 41. يلا نبدأ. السؤال الأول: أمامك خريطة صماء لمصر، اختر مدلول الأرقام الموضحة عليه. يعني هو جايب لنا خريطة صماء مش موجود عليها أي مدلولات ونطلع. ماشي. رقم 1: يشير رقم 1 على الخريطة إلى كثبان رملي. فين رقم 1؟ ده رقم 1. ويوجد في الصحراء الغربية كثبان رملية اللي هي ايه؟ بحر الرمال العظيم. بحر الرمال العظيم. وعلى فكرة بحر الرمال العظيم دوت رمال متحركة، بس هو ما هوش بحر مية، لا هي تشبيه ببحر الرمال ورمال متحركة. 2: يشير رقم 2 على الخريطة إلى جبل. فين رقم 2؟ هنا، ويوجد في جنوب مصر اللي هو جبل ايه؟ جبل العوينات. العوينات. 3: منخفض. فين رقم 3؟ هنا، ده منخفض ايه؟ منخفض الفيوم. 4: هضبة. فين رقم 4؟ هنا، دي هضبة ايه؟ الجلف الكبير. الكبير. 5: الصحراء. فين رقم 5؟ دي الصحراء ايه؟ دي الصحراء الشرقية. تمام. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1: يتميز سطح الصحراء الشرقية بوجود هضبة العبابدة مرمريكا أتيه العجمة. سطح الصحراء الشرقية بيتميز بوجود هضبة ايه؟ بيتميز بوجود هضبة العبابدة. 2: مجاري مائية كانت تملؤها المياه قديما ثم جفت. عندنا النهر، الهضبة، الأودية الجافة، الجبال، من اسمها مجال وكانت موجودة فيها مية بس جفت، اللي هي الأودية الجافة. 3: تكونت دلتا النيل نتيجة التعرية المائية، الحركات الانكسارية، التعرية الهوائية، الانفجارات البركانية. دلتا النيل تكونت عن طريق ايه؟ تكونت عن طريق التعرية المائية. 4: ينقسم سطح مصر إلى نقط وحدات تضاريسية. 5 7 4 6. سطح مصر ينقسم إلى 4 وحدات تضاريسية. طيب، عندنا نهر النيل، وادي النيل، والدلتا، ومنخفض الفيوم، والصحراء الغربية. 5: تكونت جبال البحر الأحمر في الصحراء الشرقية نتيجة الحركات الانكسارية، البراكين، التعرية الجليدية، التعرية الهوائية والمائية. جبال البحر الأحمر تكونت في الصحراء الشرقية نتيجة ايه؟ الحركات الانكسارية. رقم 6: يصب فرع دمياط ورشيد في البحر المتوسط الأحمر الأسود الميت. عندنا هنا فرعين هم، وهنا وادي النيل. طيب، ده دمياط وده رشيد. طيب، بيصبوا فين؟ بيصبوا في البحر المتوسط. السؤال الثالث: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة. 1: ينبع نهر النيل من بحيرة البرولوس وسط إفريقيا ويصب في البحر المتوسط. هتكون الإجابة خطأ. ليه؟ لأن نهر النيل بينبع من بحيرة فيكتوريا اللي هي فين؟ في جنوب أفريقيا ويصب في البحر المتوسط. 2: يتميز منخفض الفيوم بوصول مياه نهر النيل إليه عن طريق ترعة الإسماعيلية. هتكون خطأ. ليه؟ لأن هي خطأ عن طريق ايه؟ عن طريق ترعة بحر يوسف. يبقى منخفض الفيوم يتميز بوصول نهر النيل إليه عن طريق ترعة ايه؟ بحر يوسف. السؤال الرابع: صوب ما تحته خط. 1: تتخذ النيل دلتا النيل شكل مربع. لا، ده احنا لسه رسمينها. امال تتخذ على شكل ايه؟ مثلث مقلوب. مثلث مقلوب. ماشي. 2: أصغر الوحدات التضاريسية في مصر وادي النيل والدلتا ومنخفض الخارجة. لا، أصغر الوحدات التضاريسية
في مصر وادي النيل والدلتا ومنخفض ايه؟ الفيوم. الفيوم. 3. يبدأ نهر النيل في مصر من الحدود الشرقية؟ لا، نهر النيل بيبدأ من الحدود ايه؟ من الحدود الجنوبية. الجنوبية، من الجنوب. ماشي. السؤال الخامس، اكتب ما تشير إليه العبارتان التاليتان. 1. مجاري مائية كانت تملؤها المياه قديما ثم جفت من اسمها. مجاري مائية اللي هي الأودية الجافة. الأودية الجافة. رقم 2. رواسب فيضية عند مصب النيل وتتخذ شكل مثلث اللي هي الدلتا. الدلتا. يبقى الدلتا رواسب فيضية عند مصب النيل وتتخذ شكل ايه؟ شكل مثلث. اهوت. السؤال السادس، اجب عما يلي. 1. ما النتائج المترتبة على تعرض مجرى قناة السويس لعمليات التعرية المستمرة؟ ايه النتائج ترتبت على ان مجرى النيل معرض للتعرية المستمرة؟ ادت لايه؟ ادت لتآكل الشواطئ والترسبات الرملية، مما يدفع هيئة قناة السويس لايه؟ الى اعمال الصيانة للمجرى ايه؟ سنويا. فهنقوم كاتبين ادى الى تآكل الشواطئ والترسبات الرملية، مما يدفع هيئة قناة السويس بأعمال الصيانة سنويا. ماشي. رقم 2. اكتب تفسيرا واحدا. تكون سلاسل جبال البحر الأحمر. التفسير بتاع تكون سلاسل جبال البحر الأحمر تكونت بسبب ايه؟ الحركات الانكسارية. هنقوم كاتبين تكونت نتيجة الحركات الانكسارية. تمام. رقم 3. أعطي تفسيرا واحدا. تكون المنخفضات في الصحراء الغربية. عايزنا نجيب تفسير لتكون المنخفضات في الصحراء الغربية بسبب التعرية الايه؟ الهوائية والمائية. هنقوم كاتبين بسبب التعرية الهوائية والمائية. ماشي. رقم 4. اكتب تفسير لأهمية الأودية الجافة. احنا قلناها بس هنقولها تاني. أهمية الأودية الجافة اللي هما بيستخدموها ايه؟ في إنشاء الطرق، وكمان بيستخدموها كمجاري مائية عند حدوث ايه؟ السيول. فهنقوم كاتبين ايه استخدامها كمجاري مائية عند السيول، عند حدوث السيول، وكمان ايه؟ استثمارها في إنشاء الطرق. رقم 5. اكتب مقترحا لاستثمار الأودية الجافة المنتشرة بالصحراء الغربية اللي هو احنا ممكن نستثمرها في إنشاء الطرق. استثمارها في إنشاء الطرق. تمام. رقم 6. دلل على صحة العبارة التالية. منخفض الفيوم متميز عن باقي منخفضات الصحراء الغربية. عايزنا ندلل على ان منخفض الفيوم متميز عن باقي المنخفضات. طيب، منخفض الفيوم متميز عن منخفضات مصر الايه؟ لان هو وقوعه في الصحراء الغربية، فان اراضيه خصبة لانها تروى بايه؟ بماء النيل عن طريق ترعة بحر يوسف. وبكده نكون خلصنا.
معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. انتظروني في حل باقي الاختبارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.